اللهم صل وزد وسلم وبارك على هدي رسول الله. الحقيقة الصورة منغمشة شوية بس هي بتحمل معنى، يعني اللي انا خرجت. وساعات الانسان بيخرج كده، يعني ما بيبقاش حاطط في دماغه ان هو يخرج، تبقى يعني ربنا رايد ان هو يخرج. رحت زيارة صلة رحم لخالي، لان صراحة انا مقصرة معاه، بس هو عارف ظروف تعبي. الصورة دي يعني شايفاها اوريها لكم في الفيديو، هي الأطلال. البيت ده احنا في بلد تقدر تقول صغيرة ومش صغيرة، معقولة. كان عندنا ممرض مسيحي. الممرض دوت كان متخصص للطهارة، يعني ايام زمان حتة ان انتي معروف طبعا الولد لازم يتطهر، لكن البنت للأسف من العادات السيئة اللي هي تتطهر. في ناس طبعا من ناحية أو السنة المحمدية بيقولك لا، طهارة البنات واجبة، عشان يعني ما تسرش الشهوات والغريزة وكده. في بعض التجمعات بقى، الدكاترة والدفاع عن المرأة طلعوا قالوا لا لختان، أو اسمها ختان الإناث. ليه؟ لأن حصل حالات نزيف، وكمان البنت اما يعني اسمها بالطهارة، بالبلدي طهارة او الختان، آه، بتفضل البنت عندها شبه، يعني مش عايز نقوله عاهة مستديمة، لا هي بتبقى عندها من الحتة ديت احساس بالقلق، فبتبقى عندها عقدة سنين عمرها. آه، فهو اللي كان مسيحي الله يرحمه، يعني طلب لنفسه الرحمة، فحاولوا ان هم يبنوا كنيسة في بلدنا، لكن الاهالي ما حبتش الموضوع ده، قالوا لا مش عايزين كنيسة، وبنوه في بلد جنبنا. هو ما شفناش منه حاجة وحشة، يعني مثلا كان طيب، ما كانش بيتعارك مع الجيران، سمعته مش وحشة، بس كان متخصص ان هو يطهر البنات اكتر من الصبيان. كان شاطر، لكن برضو الامر ما يستغناش ان هو عمل ختان لواحدة بين البنات، وكان هيتسبب في قطع شريان ليها، واهاليها راحوا لدكتور تخدير بعد كده ودكتور جراحة، والدكتور قال ان هي معرضة لنزيف، فالموضوع ليه ابعاد كتيرة بقى من الناحية الثقافية والاجتماعية. كمان كانت في بنات، كانت في ستات كده بيمشوا من العزب اللي حوالينا بيطهروا او حتة ختان البنات دي، ويحطوا على مكان الجرح يجيبوا تراب وعليه فلفل اسمر. كان جهل طبعا، كل ده كان صوات للبنت. البنت كانت بتتصوت ويمسكوها من غير تخدير، يقولك ايه ده ختان بلدي. فالبيت دوت زي ما قلت مسيحي أبا عن جدا، وبس بقى يعني بقى أطلال، ما بقاش بيت كامل. الموضوع طبعا كنا بنفتكره في أي حاجات كده تمشي وانتي صغيرة تفتكريها من 10 سنين 20 سنة، ده البيت ده كان كذا، البيت ده ما كانش كذا. فسبحان من له الدوام، خصوصا ذكريات الطفولة الإنسان ما بينساهاش. في حاجات بتأثر في الإنسان ما ينساهاش بعد حتى 30 40 سنة. تعالوا نشوفوا الفيديو ده مع بعض.
ده يا جماعة شارع جانبي. ده بقى شارع جانبي هادي جامد قوي، هتحس ان هو حتى هادي، مفيش عيال بتلعب ولا كده. دي بقى منطقة يعني متهيألي ما صورتهاش قبل كده، منطقة بتودي على البحر، هتلاقوا حتى هادية كده وكلها عمارات وحتة راقية يعني معظمها عمارات ودكاكين. اهو سامعين، دي اخر حتة بقى